يا مساء الخير عليكم يا حبايبنا، كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما كده معانا وفي ظهرنا ودعواتكم. المطبخ النهارده اما نيجي نتكلم على مطبخ شيك، مطبخ بسيط، مطبخ ما فيهوش تفاصيل كتير، بس على العكس هو فيه تفاصيل كتير. اما نيجي نتكلم على مطبخ اقتصادي، مش كتير ولكن انا يعني مستغل فيه كل سنتي فيه، ولكن هو اقتصادي برضه. في تريكات كتير في المطبخ. تعالوا اوريكم المطبخ العظمه ده من داخل التجمع الاول والتفاصيل اللي فيه كتير. في الاول خالص حابب اقول لكم ان انا كان عندي الركن ده، وكان من اهم الارقام في المطبخ. انا عندي الركن ده يعتبر هنا جزئين، يعني في شطر الزاويه هنا جدار مش عادل، وفي نفس الوقت زاويتين عكس بعض بشطره. طيب انا كان عندي المكان ده كله مش مستغل. طيب انا عملت فيه ايه؟ وهقول لكم احنا عملنا ايه في النص ما بين الزاويه دي والزاويه دي. بدينا هنا بثابت البدايات ونيش نظافه زي ما انتم شايفين كده، والصواني تمام. وهنا فريزر، مساحات تخزين زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. هنا الثلاجه ما شاء الله برضه نفس مساحه التخزين. هنا عملنا ما بين الزاويه دي والزاويه دي ثابت جميل خالص هنا، ولكن هنا في تهويه من جوه، يعني ده كده ثابت في الوش بحيث ان انا اكمل الشكل كله بلت ان، ولكن هو من جوه في تهويه كبيره خالص. وهنا عندي الفريزر، الثلاجه برضه هنا تاني اسف، نفس مساحات التخزين برضه، قلابات، حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا موضوع اللون ده يا جماعه اللون تحفه وحاجه شيك خالص ورايق خالص. عندي الركنيه دي استخدام عميق خالص وكبير، يعني ما شاء الله حاجه بسم الله ما شاء الله. نفس القصه هنا الاستخدام. الدولاب ده يعتبر مليان تفاصيل. عندي الوحده الاولى هنا وحده عاديه استخدام عادي خالص تمام. هنا المفروض ان هو هنا موجود فرن بس لسه مش موجود طبعا، وهنا معمول عزل حراري عشان الفرن. هنا طبعا الميكروويف زي ما انتم شايفين. طبعا هنا بقى الدكتوره يعني لمسه جميله خالص وتركايه بسيطه كده منها جميله خالص، وان شاء الله باذن الله هننفذها كتير. قالت انا عايزه تحت الميكروويف يكون في دور جراف، يعني بحيث ان انا استخدمه بطلع حاجه من الميكروويف واحط حاجه من الميكروويف. الاير فراير هنا برضه نفس الفكره، عملنا الدور ده بحيث ان انا يسهل عليا الاستخدام برضه، ويخدم هنا على الاير فراير. طبعا هنا معايا درجين عميق، طبعا المواقف كلها هنا بنت ان مخفيه، نفس القصه. طبعا صوت الرز، واحده هنا ارضي. طبعا قالت انا مش عايزه يكون في واحده هنا كامله فوق الوحده دي مكمله بقيه الوحدات. قالت انا عايزه بس رفين بحيث ان انا واقفه هنا بقطع حاجه بستخدم حاجه بعمل حاجه، يبقى انا معايا الرفين دول واقدر احط عليهم اي حاجه استخدمهم. مش حابه ان يكون في علبه هنا قافله الشكل هنا، حاجه بسيطه برضه بحيث ان هو برضه زي ما احنا قلنا اقتصادي وشيك ومستغل فيه كل المساحات. عندي هنا العرضه دي اللي فيها البوتاجاز الادراج، الادراج العاديه بتاعتنا، البوتاجاز، وحده تخزين ما شاء الله. الشفاط، طبعا الشفاط للاسف لسه مش موجود وهنجيبه بامر الله، واستنوا مننا فيديو تاني بالشفاط بامر الله. علبه التخزين برضه، السواق بتاع النهايات والبدايات، الارضي الركنيه الارضي. وعندي غسالة الأطباق على شمال الحوض، وغسالة الملابس، وادي واحدة كمان، والنهايات بتاعتنا. طبعا بقى مش عايز أقول لكم على الوزرة أكريليك التحفة دي اللي مديها شكل جمالي جميل خالص. طبعا أول ما هو إيه عندي هنا دول، كان هنا في عندي هنا مشكلة، تعالى كده هندسة. كان عندي هنا مشكلة العداد، إن العداد كان عامل عائق، فالدكتورة قالت هو شكله رخم خالص في المطبخ، فأنا عايز أحاول إن أنا أدريه قدر الإمكان. فاحنا دخلناه في العلبه دي كعداد، وليه تهويه برضه ان احنا نكمل الشكل الجمالي للمطبخ، ولكن هو مش باين في المطبخ معانا. وفي التخزين جميله خالص، طبعا
مطبقيه نفس الفكره قلاب. طبعا كان في هنا الرخام يا جماعه، الرخام الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش فيها حاجه اسمها رخام اقتصادي. حاجه الرخام بالذات ما ينفعش فيه رخام اقتصادي. ليه؟ الرخام لازم بيكون واخد حقه بنسبه 150%. اولا انا عندي هنا طبعا تسلم ايد لمسات الباشمهندس حسن طبعا على الحاجات الجميله اللي هو عاملها دي. انا ليه بكون مهتم ان انا اكون الرخام انا مسؤول بيه، بحيث ان انا في تريكات كتير. اولا انا عندي من اول هنا كده لحد الاخر دي قطعه واحده. طبعا الدكتوره قالت انا مش حابه يكون في هنا دبل اللي هو البيضاوي اللي احنا متعودين عليه بتاع الميه، والحله تكون راكبه من تحت زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا الزاويه دي كده كلها ركنيه حته واحده، يعني دي كده مفيش فاصل، هنا مفيش فاصل ورا، دي كلها كده حته واحده. طبعا المرايات هنا 45 طبعا من تحت من هنا يعني بسم الله ما شاء الله حاجه كده ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. مطبخ تحفه قوي، تفاصيل كتير. طبعا هنا الغاز كنا متضايقين من ماسوره الغاز هنا، عملنا لها علبه بحيث انها تتدارى وسهله الفك، تشدها كده تطلع معاك تحطها مكانها تبقى موجوده. مطبخ ما شاء الله بسيط خالص وشيك، لونه تحفه هادي، استغليت في كل المساحات ولكن مش كتير. فهي دي الفكره، احنا عملنا ايه نستخدمه ويبقى حاجه اقتصاديه وحاجه جميله ومريح للعين، تفاصيله مش كتير. فربنا يبارك يا رب. ما تنسوش بقى تقولوا لنا رايكم.